بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم ابن عثيمين علم وعمل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما مات من زالت بساتين فكره وفتواه في العلياء كالشمس تسطع. وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رشحه شيخه محمد بن عبد العزيز الطوى، وكان إذ ذاك قاضي بعنيزة، على إمامة الجامع والخطابة فيه. أول صلاة صلاها الشيخ محمد الصالح العثيمين يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، صلاة الظهر في جامع عنيزة. وآخر صلاة صلاها الشيخ محمد الصالح العثيمين في عنيزة هي صلاة الاستسقاء 3/8/1421. بعدل من دقيق وجراب شحم، وقال لي أسلم احمله على ظهري، فقال أسلم أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل وزري عني يوم القيامة. اللهم اشف شيخنا، اللهم ارفع عنه. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير. بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، إثر مرض عانى منه طويلا. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. ابن عثيمين. الله أكبر، الله أكبر. وجلده على المرء واحتساب ذلك عند الله عز وجل. كان في الطائف عندما قرب رمضان قال أريد أن أذهب إلى مكة، فألح حتى أخرج من المستشفى من الطائف وذهب إلى مكة، فأعدت له غرفة بالأجهزة الطبية، فقد كان يلقي دروسه من غرفته إلى السماعة الموجودة في مقره في صحن الحرم ليستفيد الناس من الثقافة. فكان يعني يرى راحته في تبليغ العلم حتى وإن كان مريضا. بلغ العلم وهو في تلك الغرفة والأجهزة الطبية عنده ومشبوكة فيه حتى توفي رحمه الله. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حقيقة كان حريصا على نشر علوم السنة بأكملها، وكان يتصف بالعدل والإنصاف. وكان الشيخ يدرس كتب الفقه الحنبلي، لكنه كان حرا فيرجح ما يراه موافقا للدليل، حتى ولو كان المذهب على خلافه فقد يرجح بعض أقوال الشافعية رحمة الله عليهم، وقد يرجح بعض أقوال الحنفية أو غيرهم من المذاهب إذا رأى أن ذلك
أرجح وأقرب إلى الدليل. أنشأ الشيخ بالإضافة إلى تدريسه في جامعة الإمام محمد بن سعود، أنشأ بمسجده الذي هو المسجد الكبير في عنيزة، أنشأ مدرسة قائمة بذاتها. فقد كان الشيخ رحمة الله عليه يستقبل الطلبة في مسجده هذا، وهيئ لهم سكنا يسكنون فيه، ثم ينزلون إليه لطلب العلم وتلقيه. كانت له دروس متتالية في المسجد من أقصى الصباح إلى أقصى المساء، مع استراحات قليلة بين هذه الدروس. هذه الدروس كانت تتميز بالمنهجية، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ثم إن الشيخ كان مربيا من الطراز الأول. كان الشيخ رحمة الله عليه لا يكتفي بالإلقاء في دروسه، وإنما كان يستحث الطلاب على المشاركة في الدروس، وكان يمتاز بالتربية مع التعليم فضلا عن التعليم وحده. فقد كان يحرص على تربية الطلاب وتعليمهم الأدب وتعليمهم كيف يتلقون العلم. شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عالم عامل وداعية مبصر، ويلحظ هذا كل أحد. فشيخنا رحمه الله لم يكن مقتصرا في تعليمه ودعوته على درس يلقيه في مسجده أو كتاب يؤلفه في مكتبته دون أن ينزل إلى حاجات الناس ويتلمس ما تدعو إليه الحاجة من البيان لحياة المسلم وحياة الإنسان العادي الذي يحتاج إلى أجوبة كثيرة في نواحي عديدة من حياته. شيخنا رحمه الله كان يشتغل بالتعليم في جامعه، بالتعليم في جامعته، بالتعليم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، بالتعليم في مواسم العبادات من الحج ورمضان. كان يشتغل رحمه الله بتعليم الناس من خلال الإجابة على أسئلتهم، وذلك عبر الهاتف، سواء في الوقت الذي رتبه يوميا للهاتف والجواب على أسئلة الناس، أو من خلال البرامج الإذاعية أو المتلفزة التي يجيب فيها على أسئلة السائلين. كان رحمه الله يتلمس حاجة الناس في شتى مواطن الحاجة ويبادر رحمه الله إلى سدها، وهذا لا شك أنه يندرج في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا هي تبليغ الشريعة، وتبليغ الشريعة إما أن يكون مبتدئا بأن ينزل الداعية والعالم إلى الناس يبصرهم بما يرى أنهم يحتاجون إليه، أو أن يكون ذلك صدى لحاجتهم بجواب على أسئلتهم وحل إشكالاتهم وما إلى ذلك من الأمور التي يطلع بها العلماء والدعاة. وشيخنا قد جمع بين هذا وهذا، وفاق على هذا أيضا بأن اجتهد في تخريج الطلبة. كان ينتقل إلى بعض المدن وخاصة الرياض وجدة والطائف والمدينة ويلقي فيها الدروس والمحاضرات. وقد تولى خطابة الجامع الكبير في عنيزة بعد وفاة شيخه بفترة وجيزة، واستمر على الخطابة حتى وفاته. هذه بعض الملامح المتعلقة بنشره للعلم وفتياه، ولعلي أضيف إلى ذلك أيضا نشره للعلم عن طريق الهاتف، فقد كان يلقي المحاضرات عن طريق الهاتف للمراكز الإسلامية خارج المملكة، وربما ألقى محاضرتين في ليلة واحدة، إحداهما موجهة للمسلمين في بريطانيا وأخرى موجهة للمسلمين في أمريكا، فضلا عن بقية الدول الإسلامية. كان لتواضعه الجم أثره الفاعل في غرس محبته في قلوب البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. انتفع الكثير بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. علاقته بهؤلاء العلماء أنه كان يحبهم من قلبه ويريد لهم الخير، وعندما يحس أن أحدا منهم استغواه الشيطان وحسده، أي حسد الشيخ، فإنه لا يقابله بالرد ولا يقابله بالقوة والعنف، بل يتمنى له
ما يتمنى لنفسه، وكان رحمه الله يريد لكل عالم أن يكون غاية في العلم، وأن يكون عنده من العلم ما يستفيد به الناس، فكان يحبهم ويتلاطف معهم، حتى إن بعض زملائه من الذين طلبوا العلم معه على يد الشيخ عبد الرحمن بن السعدي كانوا يجلسون بين يدي الشيخ، حتى إن بعضهم كان يجلس بجنبي وبقربي، فكان الشيخ لا يشعر هؤلاء العلماء الذين كان زميلا لهم يوما ما، لا يشعره أنه يعلمهم ولا يشعره أنه يدرسه، بل أحيانا يسأله سؤالا لأجل أن يشعره أنه مثله. بل قد يتمنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا العالم الذي جلس في الحلقة يستمع منه يتمنى أن تكون له حلقة في عنيزة أو في المملكة يدرس الشباب ويدرس طلبة العلم كما أنه هو يفعل ذلك. فكان غاية في الأخلاق الفاضلة، وكان سليم الصدر، ولست أعلم أنه تكلم في عالم من العلماء يوم الدهر، لا على علماء المملكة ولا على العلماء الذين هم خارج المملكة. فكان يتمنى لكل عالم مسلم في الدنيا أن يكون مثله في العلم، ويتمنى أن يفيد الناس كما هو قد تفضل الله عليه وأفاد الناس. كان رحمه الله تعالى محبوب عند الشيخ عبد العزيز، ومؤدب عند الشيخ بشكل عجيب، يا ليت يعني مع أنهم عالمين وكل نفع الله به. لكن انظر خطاب قرأته قبل أيام منه للشيخ ابن باز في مسألة الشيخ عبد العزيز بن باز طلب من الشيخ محمد العثيمين أن يبحثها، فكتب الشيخ محمد تطبيق السنة: بسم الله الرحمن الرحيم، من الابن محمد الصالح العثيمين إلى سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز عند الله. وهذا هو الأدب وهذا الواجب، وموجود لمن أراد أن يراها في كتاب من جوانب من سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. كذلك رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز كان يذكره بالخير كثيرا وكان يثني عليه، حتى أنه في يوم من الأيام قال سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، قلت يا شيخ الله يحسن عملك أريد بحثا في الحيض، فقال هناك كتاب للشيخ محمد الصالح. انظر الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ الشيخ محمد، وهذا التواضع والدين أن تشير لغيرك، فكان يشير لغيرك، كان يشير لأحد طلابه وكتاب طالب. قال كتاب سهل أسهل من الكتب الكبيرة التي تتكلم عن الحيض من جهة العامة والنساء. حتى رحمة الله عليه كان كتاب مجالس رمضان نفع الله بنفع عظيم. الشيخ محمد الصالح العثيمين له كتاب اسمه مجالس رمضان، كان يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني شيخك كتابك عليه يقرأ والشيخ يعلق على كتاب الطالب، فالطالب غير موجود. كان التواضع كان في رمضان رحمة الله عليه رحمة واسعة، فكان يقرأ مجالس رمضان على الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يشرح كتاب الشيخ محمد الصالح، وهذا الواجب وهذا الدين. كانت علاقته بولاة الأمر في المملكة العربية السعودية علاقة أخوة ومحبة، وكان رحمه الله تعالى قريبا من مجالسهم وحاضرا بمناصحتهم وتقديم المشورة لهم، فكانوا يقربونه منهم ويأنسون برأيه ومشورته. كانت علاقته بولاة الأمر رحمه الله علاقة لمسناها ورأيناها طوال فترة حياته. فكان ولاة الأمر إذا زاروا منطقة القصيم يسارعون إلى زيارته في منزله، وقد زاره رحمه الله جلالة الملك سعود في وقت لم نكن ندرك هذه الزيارة، إنما أدركنا زيارة الملك خالد له رحمه الله في عام 1401 في المنزل القديم، المنزل الطين القديم. كذلك زاره جلالة الملك فهد خادم الحرمين الشريفين أيضا في منزل قديم في عام 1408 للهجرة. أيضا الشيخ رحمه الله كان يذهب إلى زيارتهم في المناسبات، وكذلك بينه وبينهم اتصالات كثيرة هاتفية ومكاتبات أيضا للاستفسار والاستشارة في كثير من الأمور. لم أرى أحدا من العلماء في حياتي له منزلة عند ولاة الأمور كهذا الشيخ عند ولاة الأمور في المملكة العربية السعودية.
حتى كانوا يزورونه في بيته. وكان خادم الحرمين الشريفين قد زاره في بيته مرتين عندما كنت موجودا في عنيزة، يدخل إلى بيته هو ولي العهد أيضا بارك الله فيهم، يأتون إليه ويزورونه ويعني يكونون معه في ماذا يطلب وماذا يريد وما هي طموحاته وكيف حاله وحال أهله وحال طلبته، فكانوا يتفقدونه. وكان رحمه الله إذا لاقاهم أو لقيهم كان يتناصح معهم، وكان يدلهم على ما فيه نفع البلاد والعباد، حتى إني قلت له مرة: كيف تكون نصيحتك لولاة الأمور يا فضيلة الشيخ؟ وكنت أسير معه بعد صلاة الفجر، فقال: يا مصطفى، يجب على العالم أن لا تكون نصيحته فضيحة، فلست ناصحا إذا قمت على المنبر أتكلم على الحكام وأعد مثالبهم وأعد أخطاءهم، فالحقيقة هذه ليست نصيحة، إنما هو غرض في نفوس من يعمل هذا. أما الذي يريد أن ينصح من قلبه ويريد وجه الله فإنه إذا خلا بالمنصوح له يدل على ما يرى على أن مصلحته فيه. فلم يكن الشيخ ينصح على الملأ، لأنه يعلم أن الإسلام لم يرشد إلى هذه الطريقة في النصيحة، بل النصيحة يجب أن تكون بينك وبينه. فقال: هذه النصيحة التي ينتفع بها من تنصحه، أما إذا أردت أن تنصحه عن طريق المنابر وبين الناس وما إلى ذلك فهذا جرح له، بل هو تأكيد على ما هو فيه من الأخطاء، لأنك إذا فعلت هذا أخذته العزة وأحس أنك رجل تجرحه وأنك لا تريد له الخير، فبدل أن ينفذ ما تريد ينقلب الأمر عكسا. كان رحمه الله حريصا غاية الحرص على حسن تربيتنا كأبناء له والاهتمام بشؤوننا الخاصة والعامة، فكان يتابع كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالأمور الدراسية، فيما يتعلق بالأصحاب، وفيما يتعلق بالأمور الأخرى. كان يسأل دائما مع من نذهب، مع من نأخذ رحلاتنا إلى مثلا البر أو نأخذ رحلة مثلا إلى مكة أو المدينة، يسأل دائما مع من ستذهبون، متى ستعودون، إلى آخره من الأسئلة التي يقصد منها الاطمئنان على أبنائه وعلى صحبتهم. كان أيضا رحمه الله حريصا غاية الحرص على صلة الرحم، وهذا كما تعلمون ينطلق من منطلقات شرعية، وهي ما يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف بصلة الرحم وفضل صلة الرحم إلى آخر من هالأمور. كان رحمه الله حريصا على زيارة عمته رحم الله الجميع، فقد خصص لها ليلة الجمعة من كل أسبوع، مساء الخميس ليلة الجمعة من كل أسبوع يذهب لزيارة عمته في عنيزة. وفي هذا الصدد كان رحمه الله حريصا على عدم تفويت هذه الفرصة للزيارة. كان يزرع الثقة بنا جميعا، كانت معاملته لنا جميعا سواء الأبناء أو البنات معاملة تتسم بالعدل، كان عادلا في جميع الأمور، ويحرص ويظهر لنا العدل هذا ليزرع هذا العدل في نفوسنا للمستقبل ولأولادنا. أيضا كان رحمه الله تعالى يترك لنا حرية الاختيار، هو فقط يوجهنا ونحن نختار ما يترتب عليه مستقبلنا. أذكر لك مثال: عندما تخرجت من المدرسة الابتدائية كانت هذا أول مفترق طرق يقابل الإنسان، وهو إما أن يذهب إلى المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام أو يذهب إلى التعليم العام والمتوسطة والثانوية العامة. أذكر أنه وأنا متخرج من المرحلة الابتدائية لا يتجاوز عمري 12 سنة تقريبا، ترك لي حرية الاختيار وقال: إذا رغبت أن تذهب إلى المعهد العلمي وتكمل، رغم ما تعلمون عن المعهد العلمي من تخصصه بالدراسات الشرعية، إضافة إلى أنه كان أحد المدرسين في المعهد العلمي،
إلا أنه رحمه الله ترك لي حرية الاختيار. قال اذهب إلى ما ترى أنه الأفضل وما ترغبه وتفضله. فاتجهت إلى الدراسة العامة، ثم تخصصت في التخصص العلمي، ولما تخرجت من الثانوية العامة أيضا استشرته عن الكلية التي ألتحق بها. قال اذهب إلى ما ترغبه وتفضله، فالتحقت بكلية الزراعة إلى آخره. أيضا هذا ينطبق على باقي الإخوان، يعني الإخوان أحدهم متخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والآخر من كلية الملك عبد العزيز الحربية، والآخر من كلية الملك فهد الأمنية. جميعنا يترك لنا حرية الاختيار رحمه الله تعالى، إنه يراقب التصرفات والسلوك ويوجهنا في كل شيء في حينه. احتفى العالم به حينما أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في العام 14 و400 وألف للهجرة النبوية. مرة من المرات الشيخ كان مطبقا للسنة، فقد كان يقول في الصلاة استووا واعتدلوا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد أحيانا في أن يأتي إلى المصلي فيعدله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان هناك رجل عامي فقال فيما معنى كلام: من أنت؟ كبر، والله لو أنت الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابتسم، لا يعرف ما الشيخ ابن عثيمين، فابتسم. وهذا يقول الموقف أحد الذين صلوا في المسجد يعني شاهدوا هذا الموقف وعاشوه. فكبر الشيخ، وبعد الصلاة سلم عليه من بجانبه هذا الشخص العام، فقال: تدري من هذا الشخص الذي نهر؟ فقال: لا. قال: هذا ابن عثيمين. فذهب إلى الشيخ وقبل رأسه وتعذر منه. فيعني الشيخ لم يعني يأخذ بخاطره، بل كان مؤدبا لهذا الرجل، وقد كان كبيرا في السن هذا الرجل. فانظر إلى تواضع. أذكر من احترامه للكبير كنت رافق معه في مجلس هيئة كبار العلماء بالطائف الذي يقام في الصيف لهيئة كبار العلماء. فكنا نذهب إلى المجلس، موعده كان الساعة 9 تمام صباحا. فكان رحمه الله يحترم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة احتراما شديدا. فكنا إذا أتينا إلى مقر المجلس يسألني: هل السيارة الخاصة بالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى موجودة؟ إذا كان موجود الشيخ نزل، وإذا لم يكن موجود انتظر لحد ما يأتي الشيخ. كان في أحد العمالة الهندية يعمل في المؤسسة التي كانت تنشئ منزل الشيخ رحمة الله عليه، وكان هذا الكهربائي مهندس كهرباء متميز، فكان غير مسلم. فكان الشيخ رحمة الله عليه يتعامل معه بمنتهى التعامل الطيب والحسن. فبعد ما انتهى المنزل كان العامل هذا يعمل عندي بالبيت لإنشاء منزلي، وكان يعمل في الكهرباء. فقال لي إني أسلمت، وقلت: كيف كان سبب الإسلام؟ قال: بسبب تعامل الشيخ رحمة الله عليه اللطيف معي ودعوته اللطيفة معنا. فكان رحمة الله عليه يتعامل مع الجميع بأسلوب حسن. أيضا أذكر أن فني السنترالات شخص غير مسلم، وكان الحقيقة يدعو للشيخ دائما ويثني على تعامل الشيخ معه. فكان رحمة الله عليه يتعامل مع الجميع بأسلوب شرعي منضبط ضمن الشريعة الإسلامية، بعيدا عن التطرف أو التشدد أو الحقيقة الظلم. فكنت صغير، وكان الشيخ له هيبة عجيبة رحمة الله عليه، وكان الناس حوله كثر. فبعد الدرس الذي كان في السطح ذهبت حتى أسأل الشيخ رحمة الله عليه، فكنت أقول: يا شيخ يا شيخ يا شيخ. فكان سبحان الله الشباب طوال وعراض، وأنا كنت مثل الخائف ومثل اللي أرجع لا أتقدم، لا أرجع لا أتقدم، ويأمر الله سبحانه وتعالى بأني أتقدم وأقدم وأسأل الشيخ. قال: أي حبة تقصد؟ قلت: أقصد يا شيخ راسي بس هكذا أدخله والزحام قد اصطك على وجهي. قلت: أقصد الحبة اللي تحت اللسان صغيرة جدا. قال: لا، تفطر تفطر،
إن كان أبوك محتاج فيأكلها ويقضي، إن استطاع يقضي بعد ذلك. أما إن كان غير محتاج يستطيع يصبر إلى بعد المغرب فالحمد لله. فأحببت هذا الشيخ، وسبحان الله العظيم أحببت درسه وأنه لا يفوتنا أبدا. فيما علمنا عنه رحمة الله عليه دروس وعظات وعبر، أنه كان خاصة في رمضان لا ينام إلا 4 ساعات، بل إذا جاء حتى مع أهله يترك أهله وينام مع طلابه ويستيقظ مع طلابه ويذهب مع طلابه. وكان رحمة الله عليه مجل للعلم وأهله، وكان يسأل عن طلابه، وكان رحمه الله عجيب من جهة استغلاله لوقته وقراءة لأذكاره. إذا جاء من المسجد، طبعا من مسجده إلى بيته 750 متر، ما يركب السيارة، يأتي على قدميه ويرجع على قدميه. وكان الفجر والمغرب لا يأذن لأحد بسؤاله. لماذا؟ لأن هذا وقت فرغه لذكر الله. كان يحمل بين أضلعه هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربها، وقد واصل رحمه الله مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلة العلاج، فلم توهن قواه شدة المرض أو تمنعه من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبيل وفاته بأيام. في يوم 29 تعب شديد، وطلب الطبيب المرافق بنقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى التخصصي في جدة، وتم نقله، ولكنه أصر بعد العصر بأنه لابد أننا نرجع. فكنا نقول له أنه ربما يكون عيد أو ولا فيه درس، ولكنه أصر على العودة. رجعنا، وأراد الله سبحانه وتعالى في ذاك السنة أنه ما يكون فيه عيد من الغد، فألقى درس يعني من أفضل دروسه رحمه الله في وأطولها في هاك السنة. وفي يوم العيد أو بعد صلاة العيد تعب الشيخ رحمه الله، فطلب الطبيب نقله فورا للمستشفى. انتقلنا للمستشفى وجلس في غرفة العناية المركزة 3 أيام. كان الطبيب المرافق والأطباء في مستشفى الملك في المستشفى التخصصي في جدة يعني يبلغوننا بحراجة الحالة والموقف، وأن الشيخ تعبان. ولكن الحمد لله بعد 3 أيام في غرفة العناية المركزة تحسنت حالته رحمه الله. فكأن الأطباء رأوا أنه يخرج إلى جناح خاص خارج غرفة العناية، والحمد لله استقرينا في هذا المكان. وكان يزوره الإخوان والأهل ويعني الأقارب، كان يزوره خاصة الأصدقاء للشيخ، ولكن لم تكن الزيارة مفتوحة لجميع الناس. في يوم 14 من شوال، وبالتحديد بعد صلاة الظهر، تعب الشيخ تعبا شديدا. فشعرنا ونحن قريبين منه بأن الشيخ كأنه غير موجود معنا. نجي عنده يا شيخ يبغى تسمع، ما يرد علينا. طلبنا الطبيب وأفادنا بحراجة الموقف الآن، وأنه يعني كأن الطبيب يفيد بأن الشيخ في لحظاته الأخيرة. تلقى قضاء الله في مرضه بنفس راضية صابرة محتسبة، قدم للناس أنموذجا حيا صالحا يقتدى به. يوم الثلاثاء كان يحضر ويغيب، يعني كانت تأتيه، كان متعب جدا. وكان الأطباء في عصر الثلاثاء عنده كان الطبيب يضغط على يده، يريده أن يحس يضغط على يده، فإذا فتح عيونه سبحان الله قال له الطبيب أذكر الله، لأني لا أذكر اسم الطبيب إنما موجود عندي مسجل وأنا، كان يقول له كيف حالك يا شيخ؟ كان متعب جدا يعني، فكان رده بخير والحمد لله، يعني قمة الصبر والاحتساب، لا يريد أن يشتكي أو ذا، وهو في هذه اللحظات. تم
يعني بلغ الإخوان في عنيزة والأقارب في الرياض بأنه يعني الشيخ استغفر الله سبحانه وتعالى. وحضر الإخوان إلى جدة، ويعني تم إجراء الأمور الروتينية اللازمة لمثل هالأمور. وفي صباح يوم الخميس يعني أو قبل ذلك في ليلة الخميس مساء الأربعاء تم نقله من مستشفى التخصصي بجدة إلى مستشفى القوات المسلحة بجدة لوجود بعض التجهيزات عندهم، ثم نقلناه صباح الخميس إلى أو تم في نفس مستشفى القوات المسلحة صباح الخميس غسله رحمه الله وتكفينه في جدة، ثم انتقلنا جميعا به رحمه الله إلى الحرم المكي، وتمت الصلاة عليه بعد صلاة العصر من يوم الخميس 15 من شهر شوال من عام 1421، وتم دفنه رحمه الله في مقبرة العدل، فرحمه الله رحمة واسعة. كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع أيديهم على صدورهم في الصلاة كما كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ورعه في تقواه في صلاحه. كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربية لحاهم كما كان يربي لحيته، وكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نصح وإرشاد وبيان وقول كلمة الحق. كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرمون جمرة العقبة أو الجمرة الوسطى والصغرى يكبرون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يستحضرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون مع ولي الأمر ويصدقون معه وهم يبيعون ويشترون. ليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة مختصرة. ففعلا هؤلاء العلماء أعطونا هذا المعنى الشامل في كلامهم في عملهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بعجل من دقيق وجراب شحم وقال لأسلم احمله على ظهري، فقال أسلم أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل وزري عني يوم القيامة. اللهم اشف شيخنا، اللهم ارفع عنه كربه. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير.